اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. طبعا الفيديو بقى ده هنفرز فيه المانجا. طبعا كلنا بنعرف نعملها، بس انا برضو بحب اللي انا اي حاجة بجيبها او بعملها في البيت بحب اللي انا اعرفكم انا بعملها ازاي. بحب عامة اعرفكم تفاصيل يومي ايا كان هي ايه. حتى لو انا جايبة اي حاجة بحب اللي انا اقول لكم انا جبت ايه وعملت ايه. طبعا المانجا ما فيهاش اي افتكاسات خالص، كل واحدة بتفرزها بالطريقة اللي هي عايزاها. في ناس بتفرز المانجا الواحدة بوحدتها كده وبتشيلها في الفريزر كده، بتبقى ايه، بتطلعها قبل العصير بتحطها في مية وبعد كده بتقشرها وتضربها. انا بقى بحب اللي انا ايه اجيب المانجا وطبعا ايه بنزلها بقى كده بالمعلقة. إيه، بنزل كل اللي فيها وبعد كده بحب اللي انا افرصها متشالة كده، بحيث اللي انا خلاص اي حد يعني اي ضيف رمضان بتبقى بجد يعني بالنسبة لي بتبقى سهلة. لأ انا بستسهل ايه الحاجة ما بشيلها كده. اللهم بارك بتفرق خالص، غير بقى ما لسه هاسيبها تفك واقشرها. لا انا بطلع الكيس اسيبه في المية وبعد كده بضربه على طول وخلاص، وما شاء الله ما بياخدش 5 دقايق بعد ما بيفك، ما فيش اي وقت خالص. هنا بقى هعمل الكمية. طبعا المانجا الزبدية هي اللي بتتفرز، إيه، ما فيش اي نوع مانجا تاني. انا بحب اللي انا افرز الزبدية بافضّلها. شوفوا اللي أنتم عايزينها مثلًا، يعني النوع اللي أنتم بتحبوه. بس اللي أنا يعني طول عمري طلعت عليه وماما كانت بتجيبها، كانت بتجيب الزبدية. وطلعت بقى اللي أنا إيه، خلاص اللي ماما كانت بتعمله أنا بقيت باعمله. واللهم بارك أنا بافرّزها بقى بالطريقة دي. والأخضر ده أنا هاشيله برضه إيه من المانجا، بس هو إيه وأنا باكحّتها كده بالمعلقة نزل إيه حبّة من الأخضر عادي. بُصّوا حتى أنا باشيله كده ما بيعملش أي حاجة. حتى لو انا شيلته في الكيس كده برضو مفيش اي مشكلة، مش بيحصل حاجة. هنزل بقى ايه المانجا. دي طريقتي فيها. بحب غسلت ايدي بقى واتغدينا وبعد كده جيت كملت المانجا تاني. يعني سيفو بقى ويزن كانوا عايزين يتغدوا، رحت بقى ايه متغدية ورحت لابسة جلافز ومكملة بقى ايه المانجا تاني. شوفي بقى الطريقة اللي انتي بتحبي تفرزيها بيها، شوفي الواحدة بوحدتها، ده انا بفرزها بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا زي ما قلتلكوا هي ما فيهاش افتكاسة ولا اي حاجة، بس انا طبعا بحب اللي انا افيدكوا بكل حاجة. يا رب كده يكرمكم بأحسن حاجة انتوا بتتمنوها يا رب. وكل حد بيتمنى الخير لحد ربنا يرضيه ضعف ما بيتمنى. ولو وصلتي لحد هنا طبعا ما تنسيش اللايك، وطبعا اهم